وقال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. طيب يا إخوان، أنا لا أدري تريدون نأخذ يعني أنا أخشى أن أطيل عليكم بعض الأمور. ينبغي أن تعلموا أن الصفات لها تقسيمات. الصفات لها تقسيم. أنا أقول لك تعامل مع الصفات الخبرية بكذا، ومع الصفات المعنوية بكذا، والذاتية بكذا، والفعلية بكذا. ما معنى الخبرية؟ ما معنى المعنوية؟ ما معنى الذاتية؟ ما معنى الفعلية؟ ما معنى الصفات السمعية؟ ما معنى الصفات ماذا؟ العقلية. لا بد تعرف الاصطلاحات هذه. الصفات تنقسم باعتبارات. باعتبار دليلها تنقسم إلى سمعية وعقلية. باعتبار دليلها تنقسم إلى سمعية وإلى عقلية. ما معنى سمعية وعقلية؟ كلاهما دل عليه السمع. من السمع أي الكتاب والسنة، رحمكم الله. كلاهما دل عليه السمع، لكن من الأشياء من الصفات ما يدل عليه السمع، يعني الدليل من الكتاب والسنة، وأيضا يدل عليه ماذا؟ العقل. لو قلت لك الله في السماء، هذا يدل عليه ماذا؟ السمع، يعني الكتاب والسنة، وأيضا يدل عليه العقل. لكن الله سبحانه استوى على عرشه، هذا يدل عليه السمع في الكتاب والسنة، لكن لا يدل على العقل. العقل لا يثبت ولا ينفي هذا. صورتم يا أخواني؟ فالذي يدل عليه العقل مع السمع يسمى عقلي، والذي يدل عليه السمع وحده يسمى سمعي. إذا تنقسم الصفات إلى قسمين، سمعي وعقلي. السمعي أي دل عليه الكتاب والسنة ولم يدل عليه العقل، والعقلي دل عليه العقل مع الكتاب والسنة. من أمثلة السمعي الاستواء، من أمثلة السمعي الاستواء، ومن أمثلة العقلي العلو. ذكر هذا المثال شيخ الإسلام ابن تيمية في السبعينية، في كتابه السبعينية. فعلو الله دل عليه العقل مع إيش؟ مع السمع، لكن الاستواء دل عليه ماذا؟ السمع بدون العقل. تصورتم هذا يا أخوان؟ طيب، تنقسم الصفات باعتبار آخر إلى صفات فعلية وذاتية. ما معنى الفعلية وما معنى الذاتية؟ الفعلية التي قد تنفك عن الله، التي ترجع إلى المشيئة. أما الذاتية هي التي لا تنفك عن الله ولا ترجع للمشيئة. إذا تنقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية. الذاتية التي لا تنفك عن الله ولا ترجع للمشيئة. أما الفعلية قد تنفك عن الله وترجع إلى المشيئة. فمثلا ينزل ربنا وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فلما آسفونا إلى غير ذلك. هذه صفات ماذا؟ فعلية. الرحمن العرش استوى، فعلية قد تنفك عن الله قد لا، لأن الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، يعني ما كان إيش؟ مستويا، كما يقول الشيخ الإسلام في التسعينية، ما كان مستويا. إذا قد ينفك عن الله يرجع المشيئة. أما الصفات الذاتية فإنها لا تنفك عن الله، كالعلو لا ينفك عن الله. الرحمة، أصل الرحمة لا تنفك عن الله، وأوضح من هذا العلم، فإنه لا ينفك عن الله سبحانه. وعلى هذا فقس. تصورتم مراد يا أخوان؟ طيب، تنقسم الصفات باعتبار آخر إلى خبرية ومعنوية. ما معنى خبرية وما معنى معنوية؟ الخبرية التي هي بالنسبة إلينا أبعاد، هي التي بالنسبة إلينا أبعاد. اليد الآن بالنسبة إلينا بعض ولا لا؟ إذن اليد في حق الله صفات أي شيء؟ صفة ماذا؟ خبرية، لأنها بالنسبة إلينا أبعاد. لكن العلم بالنسبة لنا بعض أو شيء معنوي. إذا هذا من الصفات ماذا؟ المعنوية. تصورتم يا أخوان؟ إذا تنقسم الصفات إلى خبرية وإلى معنوية باعتبار. ما أدري أنتم فاهمين يا أخوان مرادي؟ يعني فائدة على الهامش وسريعة. لفظة صفات خبرية تطلق بمعنيين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أهل العلم كأبي يعلى وغيره. تطلق بمعنى السمعي، يعني دل عليها السمع الشرع،
ويطلق الخبري بما يقابل المعنوي، يطلق الخبري بما يقابل المعنوي. طيب